3 شهور مروا عليا في المحل بتاع المجمدات وانا بحاول اتأقلم، لكن ما كنتش عارف اتأقلم خالص. في نفس الفترة اتعرض عليا برضو محل جمعية تعاونية، فقلت ايه اعمل بقى سلسلة محلات، يكون عندي كذا محل وكده. فوافقت. المحل في ميدان كان مقفول بقاله كذا سنة، فقلت لما افتح في ميدان يعني ايه الدنيا هتتغير والمكاسب تكبر قوي، وقتها هعرف اتأقلم يعني. لما اخدت المحل التاني الناس كانت دايما فاكرة ان انا معايا واسطة، لكن في الحقيقة انا كنت بقبل اللي بيرفضوا الناس. يعني المحل الاولاني كان ايجاره خفيف وصغير وكل حاجة، لكن كان متكسر وكان محتاج توضيب كتير. المحل التاني اللي في الميدان محل صغير جدا، كان الايجار اعلى من اللي جنبه 700 جنيه، و700 جنيه كانت برضو مبلغ يعني مش صغير. المهم اخدت المحل، رحت مغير له البلاط، عملت ورق حائط، وهفتح ايه مش عارف. رحت جايب تلاجة من التلاجتين اللي فوق في المحل الاولاني، ورحت منزلها في المحل التاني، وهي بنفس بضاعتها برضو ببيع ايه مجمدات وكده. المحل اللي في الميدان كان قدامه كده في حتة واسعة خالص، الناس كانوا عاملينها موقف للعربيات الربع نقل. كل يوم اصحى الصبح اعمل خناقة علشان امشي العربية اللي قدامي، الراجل يمشي ومرة ما يمشيش ومرة نزعق مع بعض. فين وفين لما مشيت العربية الربع نقل من هنا، وجت عربية كبيرة للجيش وركنت في وش المحل فعلا ما كانش باين خالص نهائيا يعني. وبيبيعوا ايه؟ بيبيعوا لحوم ومجمدات، نفس اللي انا ببيعه بالظبط. كل يوم اتخانق مع السواق، يا عم امشي يا عم كاني ماني، مره يمشي مره ما يمشيش، لحد ما انا ايه مليت وما رضيتش اكلمهم يعني. وفي الفترة دي أنا أصلا مستهلك نفسيا، يعني مشاكل وحوارات ودنيا، وكان الشغل بتاع الاستيراد ده وقف واتعمل لي حظر، فخلاص اعمل اللي تعملوه. أنا المحل بتاعي مش باين خالص، وهم بيبيعوا نفس المنتجات اللي أنا ببيعها وأرخص. الجودة مختلفة لكن هم أرخص، والزبون أصلا مش شايف المحل. أنا لسه ما فتحتش يعني، ما كملت الشهر، كام يوم وشالوا الموقف بتاع العربيات الربع نقل ده كله، واتحط قدام المحلات 5 عربيات بتوع جيش. حرفيا انا وجيراني مش باينين خالص، المحلات بتاعتنا لا تظهر تماما. لو انت واقف وسط الميدان ما تشوفش المحلات بتاعتنا خالص. قلت لنفسي بقى ايه، الشغل بتاع المجمدات ده مش هيمشي خالص. رجعت التلاجة للمحل الاولاني وقفلت المحل، قلت ابقى ايه اشوف هعمل فيه ايه. في الفترة دي كانت منتشرة الهوجة بتاعت العقارات، الناس بتبيع وناس بتشتري وابراج بتتبني وحوارات يعني. فقلت ايه اشتغل في العقارات مؤقتا لحد ما ايه اعرف المحل ده هيشتغل ايه. انا ما بحبش شغلانه العقارات ومش بستصيغها، بس قلت اشتغل في اي حاجه لحد ما ايه امسك اي قرش، بعدين اتصرف هشوف هعمل ايه في المحل ده. فرحت شايل ورق الحائط القديم، ورحت حاطط بانرات، وانا كنت بسافر الصين كتير، فرحت مسميه المكتب الصيني للاستثمار العقاري. برضو مش طايق المحل يعني، ما كنتش طايقه خالص، مش عارف ليه. فتحت المحل حوالي 15 يوم، بعدين قفلته، ما قعدتش فيه خالص. مكتب العقارات ده انا ما بعتش فيه ولا اي بيعه، وقفلته، وقلت بقى ايه اشوف لي اي صرفه بعدين، ورجعت للمحل الاولاني.